مساء الفل يا حبايبي، وحشتوني قوي قوي قوي. كنت مشغوله الفتره اللي فاتت، كان عندي شويه حاجات كده كنت بظبطها عشان المدارس. النهارده انا جايبه لكم اول يوم في الفطار ليا في الفنار اللي على البلاجات اللي في اسماعيليه مع الماميس بقى. فقلت اشارككم الفطار بتاعي علشان لو حبيتوا تتجمعوا وتفطروا مع بعض. كان يوم جميل جدا جدا. ودلوقتي انا بدأت بالديكوريشن بتاع المحل. هو اسمه الفنار على شارع البلاجات. الاوبن بوفيه بيفتح من الساعة 9 للساعة 12:30 كده واحدة. هو جمال كمال كافيه ده ان هو على البحر، فالفيو بتاعه تحفة وروعة وجميل جدا جدا. انا يوميها فطرت وما اتغديتش اصلا ولا اتعشيت. ده منظر الفيو من بره. في قعدات جوه وفي قعدات بره، بس الجو كان حر جدا جدا، فقعدنا جوه في التكييف كان احسن، لان الجو لسه حر قوي، بس هيبقى تحفة في الشتاء. الفطار بقى يا جماعة بيبقى عبارة عن اوبن بوفيه، بقى شامل انواع حاجات كتير جميلة قوي قوي قوي. انا بدأت اول حاجة ان انا اشرب كوبايه نسكافيه كده مع اللي هو البسكوت اللي هو هو اسمه هايش ده، عقبال ما استنى جروب الماميس كلهم يكملوا، بعد كده نقعد نفطر مع بعض. وده كان منظر كان من بره. دلوقتي هيبان معاكم برضو الديكوريشن من جوه. اهو ده الديكورات بتاعه المحل من جوه. وعملت لي بقى طبق محترم عبارة بقى عن ايه، عن طعمية لانشون، عجة بيض بالبصل، بتنجان بالبطاطس، بطاطس مهروسة، جبنة زي في انواع جبنة وفي مش، وفي عيش عادي اهو. بصوا يا جماعة، جبن وخيار، انواع جبن وخيار وطماطم وبابا غنوج وبتنجان حاجة هي مصورها لكم. وده هنا الشاي والقهوة والنسكافيه. وكان في كمان عصاير مانجا. بعد كده الكولدير اللي جنبه ده مية ساقعة. بصراحة انا طول اليوم قعدت بقى رايحة جاية على البوفيه باكل بقى، وجبن ولانشون، جبنة رومي، كان في حلاوة برضو، وفلفل اخضر وطعمية وبطاطس محمرة وبتنجان وبطاطس وعجة دي جميلة، العجة دي روعة روعة. وده سوسيس، ودي بطاطس مهروس عليها زيت زيتون، فول. الفول كان في منتهى الجمال. تمام. وفي عيش طري وفي عيش مقرمش، زي ما انتوا عايزين. تمام. ومعانا عسل اسود ومعانا مربى، وبيعمل لك بيض مقلي زي ما انتوا عايزين بتطلبوه بيعمل. معانا كمان اللي هو زي ما انتم شايفين بسكوت، بتاع الشاي، بسكوت بالعجوة كيك. وبعدين الهايش ده. عملت لي طبق هو محترم، وقعدت بقى اكل يعني بصراحة شبعت لغاية ما قلت يا بس. وبعد كده بعد ما عملت الشاي الصبح رحت عاملة على الساعة 11 كده نسكافيه، وشربت برضو كوباية مانجا. وظبطت نفسي، وعايزاكم تجربوا المحل ده. حلو قوي، وان شاء الله لو رحتوه هتستمتعوا.